هذه هي الحلوى اللي كتباع في لي باتيسري الكبار بواحد الثمن طالع شويه. انا جبتها لكم اليوم بواحد المكونات بسيطه اقتصاديه وبنينه بزاف، كتجي ما بين المالح والحلو، وكتجي فيها واحد القرمشه رائعه بهذا اللوز كونكاسي اللي كنضيفوا لها في الاخير. كتجي ممتازه رائعه، ما فيهاش البيض ما فيهاش الزيت، وكنحصلوا على واحد الحليوه ممتازه رائعه. انا حضرتها لكم اليوم بواحد الكميه قليله، يمكن لكم تدبروا المقادير. انا غير باش نوريكم، انا كنت كنخدمها بزاف ملي كنت كنخرج لي كوموند، وكنت كنبيعها دائما رابحه فيها الحمد لله والشكر لله. ودابا حضرت معكم غير نصف الكميه. لا بغيتوا تدبلوا المقادير دبلوهم باش نعطيكم واحد هذه كتجي غير طبيس الصغير ديال العيد وفقط، لان لا بغيتوا ديروا المقادير مدوبله. انا غديت هنا غير 125 غرام ديال الزبده، ديروا نتوما لا بغيتوا ديروا اكثر ديروا 250 غرام ديال الزبده. خديت الزبده ديال العلا بلا بريري، واحسن زبده في هذه الحلويات هي الزبده ديال الاكل اللي كنقولوا الزبده د العبار، هذيك هي احسن زبده. درت معها رشيشه د الملحه، ودرت كذلك كيس ديال السكر فانيلا. غادي نضيف 2 قطع ديال الجبن المثلث، الا كان عندكم الجبن المربع ضيفوه، انا ما متوفرش عندي، ضفت غير الجبن المثلث تا هو راه كيجي زوين، مع واحد نصف كاس تقريبا ديال السكر كلاصي. كنضيفو حتى هو على هاد المكونات، وكنخلط باليد ديالي حتى كينسجموا لي المكونات كاملين. بسيطه جدا ما فيهاش مقادير كثيره. عندي هنا واحد كاس لاروب ديال اللوز، هاد اللوز اللي قشرته طبعا وحمرته في شويه الزيت مع غير كميه غير قليله، ما كاينلاش نشعلوا الفران على واحد الكميه قليله د اللوز، حمرته في شويه الزيت فقط، وغادي نطحنوا مزيان، وغادي نضيفوا الخليط ديالنا. هنا من بعد ما طحنت اللوز ها هو كيرجع لهذا الشكل هذا، راه كيعطي واحد المذاق رائع وممتاز لهاد الحليوه ديالنا. هذا هو السر باش كتجينا الحلوه بنينه بزاف، والسر ثاني كذلك باش كتباع شويه طالعه في الثمن ديالها. صافي كنخلطو مزيان. هانتوما شتيو ما ضفت لا بيض ولا زيت. كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا دائما، وانا كنخلط غير بالرؤوس الاصابع ديالنا، ودائما الدقيق كنغربلو، ما كتهش الدقيق بزاف. صافي كنخلط على هذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على واحد العجينه تكون رطبه. كنخليوها رطبه دائما، العجينات بحال هادو خصهم يبقاو رطبين وما كيتلصقوش في اليد. صافي كنبقى نضيف الدقيق كما قلنا غير بشويه بشويه، وانا كنجمع العجين ديالي برؤوس الاصابع. صافي كنحصلوا على واحد العجين هكا رطب رخو، ما كيكونش قاصح، كيكون ما كيلصقش في اليد ولكن راه رطب. صافي هنا غادي نبدا نعبر الحبيبات ديالي، كندير ما بين 13 و 14 غرام في كل قطعه، ما تفوتوش 14 غرام باش كتجيكم الحلوه مقدوده وزوينه، وهي هذيك بحال اللي كتباع كذلك في الباتيسريات. صافي هنا كنعبر وكنزل فوق سطح العمل حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله. راه ما فيهاش بزاف الخدمه، مادام درت غير نص ربعه الزبده راه دغيا كتسالى، يعني طبيصل ديال العيد. هانتوما ملي كنسالي كنبدا نشكل هكا لي بودان على هذا الشكل هذا باش يجيونا قد قد، كنزل واحد حدا واحد حتى كنكمل، يعني ماشي ضروري حتى نكملهم. المهم كنحاول نقاد البودان ديالي من هاد الجناب كاملين باش يجيني مقاد وباش يجيوني قد قد الحليوات. صافي حتى كنجمع واحد الكميه، كنزل في واحد الطاوه ملبسه بالورق ديال الطي. فهاد المقادير اللي عطيتكم راه ما كتخرجش كميه كثيره، بنتا درنا 125 غرام د الزبده خرجت ليا الطاوه فقط، يعني 36 حبه بالضبط. بالنسبه للفرن الطياب ديالها كنديروا النار ضئيله جدا من 150 حتى 160 درجه، لكن الفران ديال الضو كنشعلوا النار غير من التحت فقط. كان الفران الغاز كذلك كنشعلوا النار من التحت وكنقصوا النار ديال الفران حتى كطيبنا، باش طيبنا حتى من الداخل وتحمرنا. الا جهدتوا الفرن راه غتحمر لكم من الفوق وما غتحمر لكمش من الداخل الحلوه. هنا الشكل ديالها من بعد ما طابتها هو غادي نخليها حتى كتبرد وندوزو باش نزينوها. بالنسبه للتزيين غادي ناخذ واحد الكميه ديال الكونفيتور. انا خديت هنا واحد الكاس لاروب تقريبا. هذا الكونفيتور اللي كيكون جاري على هذا الشكل، انا راه كان عندي في المجمد داكشي علاش كتشوفوا باقي شويه جامد. المهم خديت معاه معلقه كبيره ديال الجليكوز هو اللي كيخلي لنا الكونفيتور كيجي لاصق على الحلوه. وعندي نكهه الليمون البرتقال، ماشي الليمون الحامض، البرتقال. هذاك النكهه احسن نكهه اللي كتجي مع هذه الحلوه هي النكهه ديال الناطا. انا ما كانتش متوفره عندي، درت النكهه ديال البرتقال. المهم كندير تقريبا واحد المعلقه صغيره منها لهذا الشكل هذا. المعلقه اللي كنعبر بها راه كبيره، دونك كنحركوا هذا الشيء وكنوضعوه فوق النار. كنبقى كنهبط هذاك الجليكوز طبعا وكنبقى نحركو. مجرد ما كيطلع الغليه
صافي وكيغلي مزيان كنطفي عليه النار وكنخليه حتى كيبرد تماما عاد باش كندوزو نزينو به الحليوه ديالنا. الحليوه حتى هي خصها تكون بارده. هنا بهذا الشكل هذا صافي هنا راه غادي نطفي النار ونخليه حتى يبرد. هنا الحلوى ملي بردات هانتوما شتيو كيفاش كتجي محمره من هاد الوجه من هاد الوجه، كتجي حتى من الداخل محمره. هانتوما شتيو هشيشه بنينه رائعه بمعنى الكلمه. ما دقها ما نقولكمش كيفاش كيجي بداك الكاس لاروب اللوز اللي كنضيفو مع العجين راه كيجي ممتاز. جينا المرحله الحاسمه ديال التزيين، كنخليو الكونفيتور حتى كيدفى شويه، كنبداو نديرو فيه هاد الحليوات على هاد الشكل هذا. وندير اللوز كونكاسي، داكشي علاش كتباع الحلوه شويه غاليه لانها كتهز في هاد المرحله اللوز. ما ديروش الكاوكاو، مادام درنا اللوز في الحلوه ديروا حتى ملي تجيو تزينوها ديروا اللوز كونكاسي كتجي ممتازه. بغيتو كيعجبكم داخل الكاوكاو ديروا الكاوكاو في داخل الحلوه وزينوا بالكاوكاو. اما هذه اللي كيكون فيها اللوز ضروري تزينوها باللوز على هذا الشكل هذا. انا شريت واحد 35 درهم بالنسبه لهاد نص ربعه ديال الزبده راه يلاه قداتني. يعني لو ولا 40 درهم ديال اللوز يلاه كتقد. ملي كندير ربعه الزبده راه كتقدني نص كيلو ديال اللوز تقريبا، هو اللي كيقدني باش نمرمرها هكا في اللوز. المهم كنبقى مستمره بنفس الطريقه. يمكن لكم ديروه في كونكاسي في الدار، كنديرو حتى انا غير في الدار. ملي كنكون عندي كميه كثيره كنشري اللوز كنسلقو كنفسخو كنخليه حتى كينشف وكنطحنو في الاشواغ ديك الموس اللي ديال الربعه كيتهرمش بحال هكا. صافي كنبقى مستمره كنهز الحليوه كنديرها في كنهزها من الكونفيتور كنحيد منها الفايض وكنديرها في اللوز. هي راه كتهز شويه اللوز ولكن معليش راه كتجي بنينه كتجي رائعه. فملي كتكون شي مناسبه راه كنديروها في القبيقطات على هذا الشكل هذا راه كتجي راقيه كتجي ممتازه. ولا حساب عاوتاني الكليان واللي طلب اللي بغاو هكا في القبيقطات بغاو غير هكا كنخليوها غير هكا. انا غير وريتكم لا بغيتو ديروها في القبيقطات، انا ما غنديرهاش في القبيقطات غنخليها غير هكا. راه كتجي رائعه بمعنى الكلمه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. هنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. نتمنى الفيديو اليوم عجبكم ونال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.